عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. ونقلا عن الإمام ابن باز رحمه الله أن هذا الحديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، كلمات قليلة جامعة. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا يدل على أصل عظيم، وأن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب اجتنابه، وأنه محرم. الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة، وإلا فالأصل أنه للتحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولقول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سورة الحشر الآية 7. علينا إذن أن ننتهي عما نهانا عنه، وعلينا أن نفعل ما أمرنا به، وأن نقبل ما جاء به من تحليل أو تحريم. نقبله لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. سورة النساء الآية 59. والآية الأخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. سورة النساء الآية 80. فعلينا أن نجتنب ما نهى عنه، وأن نمتثل ما أمرنا به، وهذا هو الأصل: وجوب الامتثال للأوامر والامتثال للنواهي. فالمنهي عنه يترك، والمأمور به يفعل، إلا إذا دل دليل على أن الأمر ليس للوجوب، أو أن النهي ليس للتحريم بل للكراهة، وإلا فالأصل هو هذا: وجوب الامتثال لأوامره ونواهيه عليه الصلاة والسلام، لقوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي يؤدى المستطاع، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سورة البقرة الآية 286. وهكذا المحرم إذا اضطر إليه الإنسان يجتنب إلا عند الضرورة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. سورة الأنعام الآية 119. مثال ذلك كالميتة، الإنسان أو المسلم يتناولها للضرورة. وهكذا ما أمر الله به ورسوله يؤدى مع الاستطاعة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. سورة التغابن الآية 16. فإذا عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه، وإذا احتاج الميتة أكل منها للضرورة. وهكذا إذا جاء ما يدل على أن النهي ليس للتحريم جاز، مثل النهي عن الشرب قائما ثم شرب قائما، دل على أن الشرب قائما ليس بحرام، فقط مكروه، أو تركه أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب قائما.
فدل على أنه ليس بمحرم، إذ لو كان محرما ما فعله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر بالقيام عند رؤية الجنازة ثم قعد في بعض الأحيان، فدل على أن القيام لها غير واجب، إن قام فهو أفضل، وإن جلس فلا بأس. ونظائر ذلك كثير من هذا. فالحاصل أن الأمر يدل على الوجوب إلا إذا دل دليل على الاستحباب، والنهي للتحريم إلا إذا دل الدليل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة، أو ترك الأولى. والأصل في المحرمات المنع إلا للضرورة. قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، سورة الأنعام الآية 119. والأصل في الواجبات الامتثال إلا عند العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وقد صلى الله عليه وسلم فأنت أيها المسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفي التحذير من الاختلاف، وأن الاختلاف سبب شر، فإنه أهلك من كان قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم. يجب على المؤمن أن يكون حريصا على الحق، طالبا للحق، وأن يحذر كثرة المسائل التي يحصل بها التشويش والتباس الأمور والوسوسة. يسأل عما أهمه وعما تدعو الحاجة إليه، ويكف التعنت في الأسئلة التي قد تجره إلى الشبهة، أو تجره إلى الردة والعياذ بالله، أو تجره إلى الشرك في الدين، أو تجره إلى الشحناء والعداوة بينه وبين إخوانه، بل يتحرى السؤالات التي يحتاج إليها، ويتحرى الإنصاف في سؤاله، والقصد الطيب في سؤاله، ويحذر النزاع والخلاف، وهكذا كل واحد. فإن النزاع والخلاف بين المسلمين يفضي إلى شر، لقوله تعالى: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولهذا ذم الله الاختلاف فقال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، سورة هود الآية 118 و119. فأهل الرحمة هم أهل الجماعة. فالاختلاف يجب الحذر منه إلا لما لابد منه عند اختلاف الاجتهاد وخفاء الدليل، فقد يظهر لهذا قول ولهذا قول، لكن مع الإنصاف ومع تحري الحق ومع عدم الظلم في النزاع، كل يبدي ما لديه من الأدلة الشرعية مع الإنصاف ومع الحلم ومع عدم سوء القول. هكذا المؤمنون إذا تنازعوا كل واحد ينصف أخاه ويتحرى الحق من دون تعنت في الكلام أو سوء أدب مع أخيه، فيفضي ذلك إلى الشحناء والعداوة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفقني الله ووفق الجميع،
وإلى اللقاء في حديث آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تنسونا، وهذا فضلا وليس أمرا، بالاشتراك في قناتنا والتكبيس على أيقونة لايك وجعل المتابعة لهذه القناة حتى يصلكم الجديد والمزيد إن شاء الله. ودمتم في رعاية الله وحفظه.